أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة الوعي النفسي. من كتر ما الناس بقوا أكتر هشاشة في مواجهة ضغوطات الحياة وحدتها، بقوا قابلين أكتر للكسر، بينهاروا قدام أي ضغط، ما بقاش عندهم أي قدرة على التكيف والتأقلم مع التغيرات الحياتية. ومن هنا ظهر مصطلح الهشاشة النفسية. إيه هي الهشاشة النفسية؟ هي شكل من أشكال الاضطراب النفسي، بيظهر في تضخيم الشخص للمشاكل والنظر ليها على إنها كارثة بتحصل، وبيكون كمان غير قادر على التعامل مع محيطه إلا بوجود مصدر للدعم النفسي أو المعنوي. يعني لو اتعرضت لمشكلة مثلا، بتحس إنها أكبر من قدرتك على إنك تواجهها، فتحس بالعجز، فتبتدي تضخم وتهول فيها وتستخدم مصطلحات أكبر بكتير من الوصف الحقيقي لحجم المشكلة، وده هيخليك تحس بالإنهاك النفسي والضغط، فهتوصل في الآخر لعدم القدرة على المقاومة وبالتالي الاستسلام والانهيار. طيب إيه اللي بيخلينا نوصل لكده؟ إيه هي أسباب الهشاشة النفسية؟ أولاً بترجع لأسباب وراثية، زي اكتساب الصفة دي من أحد الوالدين، أو ارتفاع درجة القلق والتوتر النفسي بمختلف أشكاله، أو عدم تحمل المسؤولية من الصغر، وده اللي هيودينا للنقطة الرابعة، وهي الاعتماد الدايم على الغير في إنجاز أي مهمة، وده بيخلي فيه حالة كده من التفكك ما بين خبرة الشخص والحياة الحقيقية. خامس حاجة هو الشعور بالتفرد، كل حاجة لازم تكون عنده، ويكون فيه موافقة تامة على آرائه حتى لو مش صح، ومع انتشار أفكار زي التميز وأنا الأحسن والأفضل من أي حد، خلى الفرد عنده شعور دايم بالاستحقاق والأولوية، كل حاجة لازم تكون مجابة وموجودة من غير أي تعب أو بذل مجهود حتى ولو قليل. سادس حاجة معانا وهي ضعف الثقة بالنفس. سابع حاجة هي هيمنة التفكير العاطفي على التفكير العقلاني، يعني بنلاقي الشخص بيفكر بمشاعره وعواطفه أكتر بكتير ما بيفكر بعقله. تامن حاجة وهي استرجاع ذكريات الماضي الحزينة المؤلمة للنفس. تاسع حاجة الإصابة ببعض الأمراض الجسدية المزمنة، لما الشخص بيحس إن هو عنده مرض مكمل معاه لباقي حياته، ده بيخلي عنده شوية من عدم الثقة بالنفس، وطبعا ده إحساس مش حقيقي. عاشر حاجة وهي الحرمان العاطفي، وكمان من مسببات الهشاشة النفسية الكبت والضغوط المستمرة وعدم تفريغ الشحنات السلبية أول بأول. آخر حاجة هي تأجيل الغضب والانفعالات ومحاولة إخفاء المشاعر الحقيقية كنوع من أنواع الحيل الدفاعية. أعرف منين إن الشخص ده عنده هشاشة نفسية؟ أو إيه هي أعراض الهشاشة النفسية؟ بنلاقي ارتفاع في درجة الانفعال زي البكاء بسهولة، أو الحزن الشديد لما بتحصل أزمات طبيعي إنها تحصل. تاني حاجة بيكون عنده سوء تقدير الذات، وده بنشوفه في إنه دايما حاسس إنه أقل من الآخرين وما يقدرش يعمل حاجة لوحده إلا بوجود شخص ملهم أو داعم ليه. تالت حاجة بنلاقيه متقلب المزاج وسهل الاستثارة والعصبية. رابع حاجة ما بيكونش عنده أهداف واضحة يقوم بيها. وزي ما في أعراض نفسية، برضو بيكون في أعراض جسدية زي ضيق في الصدر، ارتفاع في عدد ضربات القلب، اضطراب في الأمعاء والقولون، احمرار الوجه، إرهاق وضعف عام في الطاقة. ولازم نكون عارفين إن الهشاشة النفسية هي عكس الصلابة النفسية، فبنلاقي إن زمان كانت الناس بتواجه مشكلات الحياة وصعوبتها بس كان عندهم صلابة نفسية بتخليهم يستحملوا ويعافروا ويتكيفوا مع الظروف المحيطة بيهم. بس دلوقتي ونظرا للتربية الحالية والأسباب اللي قلنا عليها، الجيل الجديد بقى طالع بيحب يعيش دور الضحية، مشاعرهم بتنجرح من أقل شيء وبيحسوا بالإهانة من أقل كلمة، وأوقات كمان بيتعمدوا يظهروا النفسية الضعيفة علشان بس يجذبوا الانتباه والتعاطف ليهم. طبيعي إننا نمر بتقلبات نفسية وصدمات وظروف معيشية صعبة، بنستجيب ليها بالحزن أو القلق، وبعد كده بنتقبل ده ونتعامل معاها حسب مرونتنا، وندور كمان على مصادر دعم تساعدنا وتساندنا نكمل والحياة تمشي. لكن لما تتحول أصغر المشاكل والحزن الطبيعي لمرض نفسي، ده مش هيساعدنا نتطور، بالعكس.
ولا نواجه صعوبات ومشاكل أكبر. وعشان كده عندنا شوية نصايح هتساعدنا نتجنب الفترات النفسية السيئة اللي ممكن تؤدي مع الوقت لحدوث هشاشة نفسية، زي عدم الاستسلام للحزن أو الضيق وممارسة التأمل في كل ما هو إيجابي، الأنس بالأهل والأصدقاء والدوائر القريبة والحصول منهم على الدعم. 3. إنك ما تسيبش نفسك فاضي أبدا، اشغل نفسك بعمل مفيد. 4 حاجة إنك تتقبل الحالة اللي بتمر بيها، تسيب نفسك تحاول تحل المشكلة عن طريق النظام اللي ربنا خلقنا بيه، وهو نظام الاتزان الداخلي. 5 حاجة هي عدم اللجوء للأطباء أو المعالجين إلا عند وجود سبب حقيقي لده. القيام بالعبادات والدعاء لتقوية مناعتك النفسية، وكمان التنزه والترفيه عن النفس. أما عن الوقاية عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام صحي والابتعاد عن التدخين والكحول والمخدرات، وإنك تتكلم أول بأول مع صديق أو شخص متفهم بيحسن الإنصات ليك وتتنفس عن مشاعرك وتتخلص من الضغوط اللي جواك. أما عن إنك تتخلص من الهشاشة نفسها، ففي شوية تبس تقدر تمشي عليها علشان تكون أحسن، زي إنك تخصص وقت تراجع كل حساباتك، تتعرف على نفسك أكتر وتعرف مشاكلك ونقط القوة والضعف في شخصيتك، وإنك تقرر تواجه مشاكلك وتفتكر إنك مش ضعيف وتقدر تواجه كل حاجة بتتعرض لها طالما فاهم نفسك كويس. إنك تبعد عن الموبايل وتبطل تتتبع صفحات السوشيال ميديا وحياة الانفلونسرز المزيفة. إنك تتولى مسؤولية نفسك وتشتغل في وظيفة وتقضي مشاغلك بنفسك وتتحمل مسؤولية حياتك بشكل كامل وتستقل ماديا عن أهلك وتحاول كمان تعين غيرك. تتعلم تبقى مسؤول عن أفعالك وتتحمل عواقب أخطائك، وده هيساعدك على إنك تقيم نفسك باستمرار وبأمانة. وبالتالي لما هتعرف نفسك كويس، المدح الشديد أو النقد الشديد اللي ممكن تتعرض له مش هيأثروا فيك، وهيكون عندك مناعة من النقد ومش هتجرحك افتراضات الناس التانية فيك، لأنك اوريدي هتبقى مدرك لعيوبك ومميزاتك. تحاوط نفسك بناس متزنة نفسيا ويقدروا يوفروا لك محيط إيجابي. تفتكر دايما إن الحياة مش سهلة، وتتقبل فكرة إنك هتعدي عليك أيام كتير مش حلوة، وإن ده عادي وده الطبيعي، وتعرف تصبر نفسك وتعينها على المواجهة. وكمان إنك تقعد مع ناس كبيرة في السن عندهم خبرات وإنجازات في الحياة عشان تتعلم منهم. وأخيرا تهذيب النفس، وده بإنك ما تمشيش ورا أي حاجة بتخطر على بالك من غير ما تفكر فيها وتعديها على بوابة العقل الأول، وما تستسلمش أبدا لمناطق الراحة أو دعوات الرفاهية المطلقة. كل الخطوات دي هتزود رصيدك من إدراك الواقع، وهتحسن مهاراتك الاجتماعية، وكمان هتزود خبرتك في التعامل مع المشاكل وإدارة الوقت وتنظيم الأولويات. يعني هتخليك تتولى مسؤولية حياتك ومش هتكون هش نفسيا. كل الأمنيات بدوام الصحة والعافية، واستنونا في فيديوز تانية كتير مع أديو أكاديمي.